ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب كلكم تكونوا بخير. حصل موقف كده بيني وبين عميلة، حبيت ان انا اتكلم عن حاجة بسيطة كده، يعني اشارككم اللي حصل ونتناقش واحدة واحدة مع بعض. هو في الاخر طبعا عملت لي بلوك، تمام، وانا لسه حتى ما شرحتش ولا اتكلمت ولا اي حاجة. خلاص خلاص، وانا حرة، وراحت عاملة لي بلوك. القصة ان هي سألت على عقد ب 1400 جنيه. العقد ده بكام؟ ب 1400 جنيه. ليه يعني ب 1400 جنيه؟ هو انا عارفه على فكره سعر فرع العقيق. ما احنا عارفين سعر فرع العقيق. قلت لها طيب ما تمام، ما هو عارفه حضرتك سعر فرع العقيق، او عارفه حضرتك الحاجه بتتجاب منين، خلاص اعمليه، يعني اعمليه والبسيه، بدل احنا اسعارنا من عندك بالنسبه لك غاليه، عشان ما اخشش في نقاش في اللي انا هحكيه دلوقتي. فلا، انا حره. انا حره دي عرفت طبعا ان هي لا، لفت وراحت وجت، وعرفت ان هي مش هتعرف تجمعه، وعرفت ان عشان تجمعه مش هتعرف، وتكلفته هيبقى اعلى من السعر اصلا اللي احنا عارضينه. تمام. انا عايزه بس اوضح حاجه. اولا العقد اللي هي سالت عليه هو كان ب 1400 جنيه. انا هحسب حسبه بسيطه كده، بس التكلفه بتاعته عليا انا بكام. اولا هو عقد عقيق مدغشقر. عقد عقيق مدغشقر الفرع ب 125 جنيه. انا حاطه 5 فروع، مستخدمه في العقد ده 5 فروع. تمام. لان انا اي حبايه مكسوره او كده برمي. 5 فروع. 5 فروع الفرع 125 جنيه. تمام. هنقول 600 جنيه، انا هحسبها 500 جنيه يا ستي. ادي 500 جنيه. الدلايه ب 300 جنيه. تمام، ادي 800. الفرع العقيق اللي هو بيبقى العريض ده، فرع دلوقتي ب 200 جنيه، وكل الناس اللي شغاله في الموضوع ده عارفه. تمام. ادي 1000. لسه الهيماتايد الفرع ابو 60 جنيه، ولسه خامات التقفيل. نقول التقفيل بتاع العقد بطلة الدهب، نقول ب 100 جنيه. ادي 500، 300، 100. هتلاقوا التكلفة حوالي 1200 جنيه العقد بس. 500، 300، 200، 150 بالهيماتايد، ولسه كمان التغليف والعلبة اللي انا بحط فيها العقد. ادي 1200 جنيه. 1200 جنيه لسه ما ضفتش مجهودي، لسه ما ضفتش مواصلاتي، لسه ما ضفتش المرتبات اللي بدفعها، لسه ما ضفتش الضرايب، لسه ما ضفتش اي حاجه. ايجار، شحن باقة نت، ما دي المفروض كلها تكلفه انا بضيفها يعني. 1200 جنيه. وشوفي بقى لو ضفت التكلفه دي هيطلع اصلا تكلفه العقود كام عليا. لسه الاعلانات، لسه تكلفه التصوير. تكلفه الاونلاين دلوقتي اصلا بقت اغلى من يكون عندك محل اساسا. ف كل دي 1200 جنيه من غير ما نضيف كل الحاجات دي. طب السعر العادل بقى بتاع تسعير العقد ده كام؟ المفروض 1200 جنيه اضيف عليهم 100 جنيه مثلا تكاليف، 1300، واضرب في 3. ده التسعير العادل بتاع الهاند ميد، وده من ناس اللي هي بتدي كورسات التسعير اللي هي بتاعت الهاند ميد. ضربه في 3. ليه؟ عشان تلت مصاريف، تلت دعاية، تلت مكسب. ما هو انا المفروض اكسب، المفروض اطلع مرتب ليا، اطلع ربح عشان اقدر استمر في المهنة. ما هو انا بشتغل ليه؟ مش عشان اكون شحاتة في الاخر، عشان اكسب، عشان استمر، عشان اقدر اطور في خاماتي، اطور من نفسي، اخد كورسات، يعني يكون ليا مكان على ارض الواقع، اعرف احضر معارض، سوري، اعرف احضر الحاجات دي كلها. من الحاجات دي كلها عايزه فلوس. فاهميني؟ في عقد تاني سأل عليه كان ب 4000 جنيه. العقد ده اصلا انا بطلت اعمله لان تكلفته عليا بقت اعلى من ال 4000 جنيه. بقول لها طب حضرتك عارفه تكلفه الفرع اللولي اللي في العقد ده كام؟ ما انا عارفه. لا، هي مش عارفه. لان العقد ده دورين، واخد 3 فروع لولي عالي الجوده. الفرع دلوقتي ب 1000 جنيه، 3000 جنيه. البروش ده دلوقتي ب 800 جنيه. ادي 3800 جنيه، غير العلبه، غير التقفيل، هيخش ب 3900 جنيه. هل يعقل ان انا حاطه مشروع 3900 جنيه عشان ده كمان سعر قديم عشان اخد 4000 جنيه؟ غير لسه بقى ما ضفتش تكلفه اعلانات، تكلفه مرتبات، ضرايب، حاجات اعلانات، التصوير، الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها. فانا اصلا بطلت اعمل العقد ده. لما بنزل عروض على الصفحه وبقول ان العقد ده اقل من تكلفته، انا ببقى صادقه، لان هو فعلا بيبقى اقل من تكلفته. الوطن،
ولازم الناس اللي بتشتري الحاجه تبقى مقدره ده. مصيبه بقى كمان ان هم مبيبقوش مقدرين وعارفين، حاسين ان هم بياخدوا الحاجه غاليه، ودي بقى مصيبه اكبر. لا، يعني الهاند ميد لازم يتضرب في 3. يعني المفروض اللي ب 3900 ده او ب 4000 جنيه تكلفه، المفروض يبقى ب 12000 جنيه، عشان اعرف اصرف دعايه كويس واعرف اتعرف واعرف اكسب. ما هو برضو لازم نكسب، صح؟ فلما كانت الاسعار، عايزه اقول لكم، لما كانت الاسعار في الاول اقل من كده كنا بنبيع اصل انا ايه اللي يخليني كنت في الاول ببيع العقد ب 250 جنيه و350 جنيه، واللولي كان بيبقى ب 500 و350. ده الناس كانت ساعات بتشك تقول لي اكيد اللولي بتاعك مضروب مش بالسعر. مفيش لولي بالسعر ده، من كتر ما احنا مقللين الاسعار. ايه اللي يخليني اغلي يعني؟ انا ما بغليش، هي تكلفه الحاجه اللي زادت، وكمان ما بكسبش كويس، ما بكسبش اصلا. الحمد لله طبعا، الحمد لله، فضل ونعمه وراضيين الحمد لله. بس انا حبيت اوضح ده، لان انا بعد ما اتناقشت معاها وعملت لي بلوك في الاخر، عشان ايه؟ لسه كمان ما اتناقشتش، بقول لها ما انا عندي تكاليف ومصاريف، وبعدين مش كفايه ان انت تبقى عارفه تكلفه الحاجه وتكلفه فرع. طب والباقي؟ العقد ده انت عارفه ان هو واخد كام فرع اصلا؟ اقل حاجه 4 ل5. فاهمني؟ فانا مع بعد كده لما جت يعني حسبت، انا زعلت قوي، زعلت ان انا المشروع بقى بالنسبه لي مكسب مفيش، وفي نفس الوقت هي مش مقدره وكمان بتعملي بلوك. والله العظيم يا جماعه فعلا انا لو بعت الحاجه ببلاش مش هتصدقوا. يعني لو بعت العقد ابو 4 ده ب 200 جنيه و300 جنيه برضه تبقوا حاسين ان هو غالي. يا جماعه ما كل حاجه غليت من حوالينا. فاعرفوا كويس ان الحاجه اللي غليت دي انا مكسبي فيها لا شيء. عشان كده البراندات الكبيره بتلاقوا اسعارها غاليه، لان هم يعني بيطبقوا سياسه التسعير صح، بيضربوا التكلفه في 3 صح. فعشان كده بتلاقي عندهم الحاجه ب30,000 و20,000 وحاجه و20,000 وكده. احنا مش بنعمل كده، عشان احنا برضه طبقه متوسطه، حاسين بالناس اكتر، عندناش برضه منافذ بيع كتيره، ما عندناش اختيارات كتيره زيهم، فبنبقى عايزين نمشي الدنيا. فبس يعني حبة تقدير. والعميل اللي شايف الحاجة غالية عليه، احنا عندنا حاجات كليهات من 250 جنيه، تمام؟ فما تبخسيش الناس اشياء، لا تبخسوا الناس اشياءهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر الاخر فليكن خيرا او ليصمت. فلا اما تقولي حاجه كويسه، لا اما اصمتي. لكن ما تضايقيش الناس وتخشي تعملي لهم بلوك وتخشي تضايقيهم لمجرد ان الحاجه سعرها مش عاجبك. شكرا ومع السلامه.